انت كتلميذ في الثالثه اعدادي، هذا الفيديو مهم ليك بزاف، حيت غادي نقدم لك بزاف ديال النصائح وشحال من حاجه ما غادي تسمعها في حتى شي فيديو، خصوصا من عند شي واحد دوز نفس التجربه ديالك، وخصوصا العام اللي فات. الا ما كنتيش كتعرفني، السلام، انا هيثم منصوري. العام اللي فات دوزت الجهوي ديال التاسعه، واخا ما بقاش ليا الوقت تقريبا 20 يوم، وقدرت نفاليدي زعما كنرا فهمتي الجامعات وداكشي. المهم الاخوان، قدرت نجيب واحد النقطه مزيانه في 20 يوم ديال المراجعه وداكشي. درت واحد الريمونطادا خياليه في الثالثه اعدادي، واليوم غادي نقدم لكم اهم النصائح اللي غادي يعاونوكم بزاف باش تجيبوا شي نقطه واعره في الجهوي، واخا ما تكون زعما كنحافظوا زعما كنتساب كل شيء. المهم راك غادي تجيب شي نقطه واعره، وان شاء الله غادي تفرقع النقطه ديال الجهوي. وقبل ما نبداو الفيديو الاخوان اللي ما عرفنيش، انا هيثم منصور، راه كنقدم محتويات في انستغرام، كنعطيك ملخصات بروغرام وشحال من حاجه. فاللي بغى زعما كاين بروغرام ديال 15 يوم ولا ديال 10 ايام اللي بقات، يدخل عندي الانستغرام، يرسل لي شي رساله يقول لي بغيت بروغرام، غادي نرسل له البروغرام اللي غادي ينفعو في هذه المده هذه، واللي غادي يخليه يجيب شي نقطه واعره ان شاء الله. فالانستغرام ديالي كاين في صندوق الوصف، وهادشي اللي كاين. ويلا بينا للفيديو اللي غادي تستافدوا منه بزاف ان شاء الله. اولا شي حاجه، وقبل ما نبدا الفيديو بغيت نطلب منكم حاجه واحده، واللي هي دير واحد لايك وواحد فولو لهيثم. راه فهمتي، راه ان شاء الله يجي واحد الكونتنت اللي واعر، وخصوصا للناس ديال الثالثه اعدادي، حيت غادي نعاونك في هذه الفتره هذه اللي بقات. فراه الا كنتي كتشاهدني دابا، راه غادي يكون عندك الزر، وخصوصا فعل زر الجرس باش غادي يوصلك كل جديد. اولا حاجه نبداو بها الاخوان، واللي هي مهمه في هذا الوقت هذا، تقريبا نتوما بقات لكم واحد 15 يوم 14 يوم بحال ما هكا. اولا حاجه واللي مهمه دابا في هذه الفتره، واللي هي تنظم وقتك. لا نظمتي وقتك غادي ينفعك بزاف. وإلا بحال ما كنتيش عارف كيفاش تنظم وقتك، قلب في يوتيوب، راه غادي تلقى بزاف ديال الفيديوهات غادي يوريك كيفاش تنظم وقتك. وزيدك لا بغيتي زعما كاين شي حاجه اللي غادي تعاونك بزاف في هذه المده هذه، البروغرام اللي قلت لك في المقدمه، لا بغيتي تدخل الانستغرام ارسل ليا شي ارسل ليا، قول لي هاي تمرسل ليا البروغرام، راه غادي يرسل بروغرام. واخا تعطل عليك شي ما كاين شي ساعه بحال ما بعض المرات ما كنشوف الميساجات دغيا. المهم غادي يوصلك البروغرام، وان شاء الله غادي تجيب شي نقطه واعره. ثاني حاجه واللي هي، حاول تخدم بذكاء، ما تبقاش بحال ما في الصباح ما تنوض في الصباح تقول ما عرفتش شنو راجع. بانت لي في الاجتماعي، لا بانت لي في الترويع الاسلامي. خصك تنظم وقتك وتعرف كل نهار شنو غادي تراجع فيه. وزيدك في هذه المده اللي بقات لك، راه خصك على الاقل كل نهار تبقى تضرب واحد 2 دروس 3 دروس 4 دروس بحال ما هكا انت وجهدك. وإلا بحال ما هكا بقات لك 5 ايام ولا 7 ايام، ننصحك واحد النصيحه، واللي هي حاول تبقى تخدم امتحانات جهويه. الامتحانات الجهويه راه غادي يعاونوك بزاف تقريبا، واخا ما تكونش فاهم الدروس، غادي يعاونوك بزاف. واخا ما تكونش فاهم الدروس، راه تقدر تخرج مزيان، وما غاديش تبقى فيك داك الخلعه ديال الجهوي. ما حدنا ذكرنا الخلعه ديال الجهوي الاخوان، بغيت نقول لكم واحد الحاجه. الجهوي هو بحال اي امتحان غادي تدوز، خصك تمشي للامتحان ما تخاف ما حتى شي حاجه. دخل الامتحان عارف راسك شنو داير، دخل قول بسم الله توكلت على الله. ياك واحد الدعاء حطيته في ستوري ديال الانستغرام، نقول لكم حتى دابا قبل باش نبدا الامتحان، قول هذا الدعاء: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وان شاء الله غادي يدوز داكشي كلشي بخير. انا عارف باللي بزاف ديال التلاميذ دابا كيواجهوا مشكله فين؟ في الرياضيات والفيزيك. حتى انا في نفس الفتره ديالي دوزت واحد العدد مع 2 مواد هادو. بالنسبه انا للفيزيك الاخوان، كما قلت لكم في ستوري تايم ديال الجهوي، الفيزيك ما طاحتش لينا صعيبه تقريبا الاختيارات بحال هكا، ولكن يقدروا يبدلوا لكم نتوما اي حاجه. الرياضيات قلت لكم جاتني صعيبه حتى ما بقاش ليا الوقت، ولكن الغلط اللي استفدت منه غادي نقول لكم دابا الاخوان في الرياضيات غادي تمشي تبحث في يوتيوب وتقول مراجعه شامله لجميع الدروس الرياضيات للثالثه اعدادي، وغادي يطلعوا لك بزاف ديال القنوات اللي كيديروا مراجعه شامله، كتكون فيها 6 سوايع 4 سوايع. ديك 6 سوايع الا تفرجتي فيها وخدمتي، الا تفرجتي في ديك 6 سوايع وفهمتي مزيان، الغد اللي تخدم تمارين د الرياضيات، تحاول على الاقل فهمتي دارك شويه ديال الوقت، تحاول تخدم شويه ديال التمارين، وان شاء الله القليل راه غادي تجيب واحد 10 ولا 12 بحال ما هكا. انا بالنسبه ليا خدمتي شي شويه ديال التمارين، وعاد الاقل قربت شويه للمعدل، جبت وقال شي 8 ولا 7 في الرياضيات الاخوان، حيت كنت بديت معطل شي شويه، ولكن على الاقل داركت الموقف. فهاد النصيحه مهمه لكم بزاف وغادي تستافدوا منها. زايد الاخوان، بالنسبه اللي كيقول لي الاجتماعيات وداك الشيء، الاجتماعيات انا راه كنزل ملخصات في انستغرام عاوتاني الاخوان. فراه حرفيا اللي داير لي فولو في انستغرام راه
كيعيش واحد الفتره اللي مزيانه، حيت كنعاونوا بملخصات، كنعاونوا بنصائح وشحال من حاجه. المهم بالنسبه للملخصات الاخوان كاينين في انستغرام عاوتاني يمكن لك تدخل تشوفهم، وزيدك لا بغيتو تقلب عليهم في جوجل ولا شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل عادي. انا ما عجبكش ولا بدا تفرج في الفيديوهات ديالي يمكن لك تقلب عليهم في جوجل ولا شي حاجه. الملخصات الاخوان بقات لك ديك 7 ايام مثلا، حنا نفترضوا بقات لك 7 ايام الجهوي، تحاول تفهم والتواريخ. حاول دير واحد البروغرام بحال هكا، حاول تفهم بحال هكا، تبقى دير التاريخ غادي تزايدي على حسب المراحل بحال هكا. الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الاولى، مورا الحرب العالميه الثانيه خصهم يبقاو التواريخ حاول تمشي بهم بالترتيب باش تبقى عاقل عليهم. وبالنسبه للتربيه الاسلاميه، حرفيا التربيه الاسلاميه راه ما صعيباش، راه خصك يكون عندك شويه ديال العقل الاخوان، وراه ان شاء الله، اسمحوا لي، ان شاء الله غادي تجيبوا شي نقطه واعره في التربيه الاسلاميه وعقلوا عليها. خاصكم يتفهموا كيفاش تبريبارا. تقول لي مثلا هيثم كيفاش انا غادي نبريباري للتربيه الاسلاميه؟ بالنسبه للتربيه الاسلاميه الاخوان، اول حاجه خصك تحفظ القران. عندكم سوره الحديد، خصك تحفظ القران ولو بدا خصك تحفظه. ياك حاول بحال ما كرا القران هذوك سوره الحديد الاخوان راه 3 ايام اليومين الا عطيتي فيها الشحط راه ان شاء الله راه غادي تجيب شي نقطه واعره. تحاول تحفظ القران. بالنسبه للدروس الاخوان الاخرين، الا بقات لك مثلا ديك 7 ايام ما دير بحال، تحاول تفهم، دير واحد الطله خفيفه نهار غادي تحاولي تفهم داكشي اللي كاين تما. ياك الغد ليه نيشان هادشي الامتحانات الجهويه ديال الثالثه اعدادي اللي في التربيه الاسلاميه، وحاول تخرج النيشان. حاول تخرج، ما فهمتيش شي حاجه سير لشات جي بي تي جيميناي، قلب الشرح ديالها حاول تعقل عليه. وزيدك واحد القضيه الاخوان درتها في الجهوي وغتنفع اي واحد. مثلا في التعاريف، انا شنو كنت كندير في التعاريف؟ كنت كنحفظ جوج ديال الكلمات اللي كيقربوا اللي الاستاذ الا شاف دوك جوج كلمات نيشان يقول هذا اذا عارف التعريف مزيان. هذوك جوج كلمات انت خصك تقلب عليهم في التعاريف الاخوان، خصك تقلب عليهم بحال ما كاين شي كلمه اللي كتكون معقده حاول تعقل عليها، وفي التعاريف نيشان حطها، وان شاء الله راه غادي تجيب شي نقطه واعره. بالنسبه للمواد الاخرين ما بقات شي ماده. العربيه الاخوان، العربيه بلا كذوب، العربيه ان شاء الله تطيح لكم سهله. اصلا ما كنظنش ما كاينش شي واحد باللي راه مشغول راسو مع العربيه وداك الشيء. المهم الاخوان وصلنا للفان ديال الفيديو، حاول نقدم لكم الجميع اللي عارف انا في داك الشيء، حاول نقدمه لكم دابا. وفي الاخر ديال الفيديو ما تنساوش خلي معاك لايك ابوني، وان شاء الله واحد 3 ايام 4 ايام غادي ننزل لكم شي فيديو اللي غادي يعاونكم بزاف بالنسبه للتلاميذ ديال ثالثه اعدادي. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، كان معكم هيثم، تهلا.